الموعد هذا حنا كمنخرطين من البدايه ديال الخيارات ديالنا حنا نعانيو مشاكل خصوصا ديال الاناره والتنظيم، وخصوصا المشكل ديال الاناره اللي قدمنا دعاوى شكايا للسيد المدير، وهو بصفته يعني قدم شكاوى المندوبيه والسيد العامل، ولكن كان غير البروجيكسيون اللي كاينه فوق هذه ما كافياش انها كان ما كافياش، وكاين عدد ديال المنخرطين اللي انخرطوا كيجيو حتى لهنا ويرجعوا بسبب عدم وجود الاناره المناسبه. وهذا الشيء راه مده شهرين يعني وحنا كنعانيو بهذا المشكل هذا، انه كيعلوا السبب انه المقاول اللي خدم المشروع مازال باقي عاد في مكمل الصلاحيه ديال التامين ديالو اللي هي سنه والله، وهو اللي عنده الحق. ولكن شكون اللي فعل هذا المقاول؟ والله هو خص المندوبيه والعماله، ولحد الان ما كاين والو. حنا كمنخرطين قررنا باش غادي نديروا واحد اللائحه نوقعوا فيها عدم الرضا ديالنا ومع السيد المدير، ولحد الان حنا ننتظروا الا كان شي حل لهذا بالنسبه للمرافق حتى هي كاين ضعف في المرافق، واخا المرافق جديده ولكن كنشاهدوا فيها واحد الهشاشه. لا ما كان فيستيار لا حتى شي حاجه، ما كان فين تلبس الكسوه ديالك ولا فين تدوش ولا هنا ورحت هكا. حتى بالنسبه للدراري ديالنا، انا عندي الولد ديالي حتى هو منخرط هنا عنده 11 سنه، ولكن ما كان فيستيار ولا دوش لا فين يدوش ولا. وماشي معقول هذه باش غادي مثلا الانسان يكون حامي وغادي تمشي واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر عادي يدوش ولا شي حاجه، خصو يكون هنا فيستيار ويكون هنايا الدوش ديالو يكون. اذا كاين عظف حتى في التجهيزات، وحتى التجهيزات واخا جديده يعني كنشوفوها انها هشه ولا مثلا هما له الشباكي يعني كاع ما مقطعين. القائمات نتاع الشبكه كلشي مهرسين يعني. هذيك المره لعبوا لها طاح علينا واحد والله يعني ما خاصو الكره طاح، يعني كاين ضعف في الهشاشه نتاع البنيه التحتيه. شكرا جزيلا.